في بورسعيد بيقولوا عليه بكلاويز، واسكندريه والقاهره بيقولوا عليه جندوفلي، وهنا في امريكا بيقولوا عليه كلامز. بغض النظر انتوا بتسموه ايه، تعالوا اوريكم طريقه سهله جدا وسريعه وكل اللي دقها بيتوهم عليها. في حله غويطه هشوح شويه توم مفروم في زيت ومعاهم شطه خشنه، يا دوبك اشم ريحتهم، مش عايزاهم ياخدوا لون. هزود الجندوفلي وبعد كده احط عليه شويه ملح صغيرين. طبعا لو عندكم الجندوفلي الفريش وصاحي هيبقى احلى بكتير. لو هتستعملوه فريش هتحتاجوا ان انتوا تنقعوه في ميه وملح لمده ساعتين عشان يطرد الرمل بتاعه. هنا ساعات الجندوفلي الفريش بيبقى متوفر بس مش دايما، فصعب ان انا الاقيه، ولو لقيته بصراحه بيبقى غالي وطعمه برده مش حلو زي بتاع مصر. البديل الحلو بالنسبه لي هو الجندوفلي الفروزن. هقلب شويه لحد لما يبتدي ينزل ميته ويفتح شويه. انا مش بزود ميه خالص، بس نسيت اصور ان انا زودت شويه ليمون. بعد كده هزود عليه بقدونس وكزبره وشبت مفروم. هقلب كل ده مع بعض واغطيه لمده 5 دقائق، ما بياخدش وقت في التسويه خالص. اول ما كله يفتح يبقى خلاص كده استوى، ولو في واحده ما فتحتش دي تبقى بايظه ما تاكلوهاش. وبس كده. الوصفه دي ممكن تتعمل سايد ديشز لاكلات بحريه تانية زي السمك والجمبري، او ممكن تتعمل مع باستا، تسلقوا شويه سباجيتي وتحطوها عليها، هتبقى حلوه كمان جدا. ولو عايزينها تبقى كريمي تزودوا عليها شويه هيفي كريم، او تتعمل نقنقه زي الفشار كده. انا ممكن اخلص الحله كلها لوحدي. ما تنسوش تبعتوها للي بيحب الجندوفلي وقولوا لي بتقولوا عليه بكلاويز ولا جندوفلي، وما تنسوش تتابعوني عشان تشوفوا وصفات الجديده. بون ابيتي، او زي ما بنقول في مصر بألف هنا وشفا.